ليس من المألوف أن نشاهد دموع رجال السياسة وحكام الدول الذين تعودنا في صور نمطية لهم تجعل بعضنا ينسى أحيانا أنهم بشر عاديون. واليوم شهد الأتراك صورة مختلفة لرئيس وزرائهم الذي عرف بحزمه وسرعة غضبه ومواقفه الجادة، إذ شيع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جنازة والدته التي وافتها المنية صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز 82. ولم يستطع أردوغان أن يحبس دموعه على والدته خلال صلاة الجنازة التي شارك فيها بالإضافة إلى أركان الدولة التركية أقاربه ورفاق دربه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الله جول. وتلقى أردوغان العديد من الاتصالات ورسائل التعزية من مختلف قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسوري بشار الأسد. وكانت السيدة تنزيلة أردوغان والدة رئيس الوزراء تعيش في شقتها في حي قاسم باشا الشعبي في اسطنبول، إذ رفضت الانتقال من منزلها حتى بعد تولي ابنها رئاسة الوزراء، فيما كان أردوغان يحرص على لقاء والدته وعرف عنه شدة تعلقه بها.